السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم على قناة وصفات مطبخ نور. فضلا وليس أمرا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. لنبدأ على بركة الله. وصفتنا اليوم كرنتيكا. في المرحلة الأولى نخلط كيلة دقيق الحمص مع كيلة ماء وملعقة صغيرة ملح. نخلط جيدا المكونات كما هو موضح. ثم نضيف كوبين من الماء ليصبح المجموع 3 أكواب. ضروري نشعل الفرن في هذه المرحلة. درجة الحرارة عالية. في طنجرة نسكب الخليط. على نار متوسطة أضع الطنجرة. نحرك جيدا المكونات بدون توقف حتى نحصل على كريمة ثقيلة. ثم نضيف نصف كيلة حليب سائل. نحرك باستمرار. ثم أضع ربع الكيلة زيت نباتي. ثم نضيف حبة بيض ونحرك جيدا. نضيف ملعقة صغيرة كمون. وملعقة كبيرة مايونيز لنتحصل على كرنتيكا طرية. ورشة صغيرة جدا خميرة كيميائية كما هو موضح. ندهن صينية الفرن بالزيت. أضع الخليط في الصينية. من الأفضل وضع الجبن على سطح الخليط كما هو موضح في الفيديو. ندخلها في الفرن المسخن من قبل. مدة الطهي من 10 إلى 13 دقيقة فقط لا أكثر. نزينها بالمايونيز والهريسة والزيتون الأسود والأخضر. ورشة كمون. وبصحة والعافية.
وهذا هو شكلها النهائي. أتمنى أن تنال إعجابكم. شهية طيبة، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى إن شاء الله.